يا صباح الفل. بص بقى، هو ريفيو متاخر ماشي. اتكلموا ناس كتير قوي، اتكلمت عن الفازلين انتنسيف كير الكوك راديانت بودي اويل او الفازلين بودي اويل. طيب الفازلين بودي اويل بيجي بحجم 200 ملي، وده حجم يعتبر صغير بالنسبه للبودي لوشن، مش كبير بس مش هيفرق قوي. هقول لكم ليه دلوقتي. 5 حاجات هتخليكي تحبي تشتريه، ما كانش ينفع ما اتكلمش عنه لان انا بعشقه. وهو ال يعني يعني انا عندي توب 1 في الترتيب اللي هو شان البودي ميلك اللي اتكلمت عنه قبل كده، وده يعتبر مع التوب 1. يعني انا مش عارفه احطه فرانك توب 2. تمام. لما بحتاجه قوي مثلا اكتر في الصيف. تمام. ليه بحتاجه في الصيف اكتر من شان؟ هقول لكم ليه دلوقتي. تمام. فانا لما يعني شان مش موجود بجيب فازلين، فازلين مش موجود بجيب شان. فليه بقى؟ طب ليه هتستخدمي الفازلين بودي اويل وليه هتحبيه اكتر، وفي ناس بتحبه اكتر من شان اكتر ليه؟ تمام. 5 حاجات هتخليكي تحبي الفازلين بودي اويل او تشتريه وانتي يعني مش مستخسره فيه الجنيه اللي هيدفع. غالي، هو شويه غالي. هو يوصل دلوقتي، انا بجيبه من محل جمله، فانا بجيبه من عنده 220 جنيه. واصل دلوقتي على امازون ب 300 وحاجات، وهتلاقيه في الهايبرز برده معدي. فده المحل اللي انا بجيب منه دايما، فسعره بالنسبه لي بيبقى حلو قوي. طيب، اول حاجه خلينا ندخل في الموضوع على طول. اول حاجه هتجيبي بيها الفازلين وهتخليكي ان انت تحبي تجيبيه، اول سبب ان هو مرطب رائع للجسم، ودي اصلا الريزن نمبر 1 او السبب الاساسي اللي انت بتجيبي بيه اي مرطب. هو مرطب حلو قوي للجسم. تمام. طبعا موضوع ان هو فيه الكوكو باتر وفي بقى حاجات اويلز تانية هما ضايفينها. تمام. بس اساسه زبدة الكاكاو. فزبدة الكاكاو من الحاجات اللي بتدي ريديانت للبشرة وبترطبها حلو جدا، وكمان هي في شكل اويل. فهم كمان الاويلز اللي موجودة دي اللي حاطينها زيادة بتزود الترطيب بتاعه اكتر واكتر. حلو كلام. طيب، يبقى اول حاجه الترطيب. تاني حاجه بجيبها علشانه وهو ان هو ممكن نستخدمه على الشعر. انا ساعات بستخدمه على الشعر زي السيرم. لما شعري بيبقى هايش باخد حبه منه برطب الشعر، وزي السيرم بالظبط ناخد حته دروب قد كده، دروب نونو قد كده. ماشي. ونستخدمه على الشعر. فده بالنسبه لي ساعات كتير قوي بيغنيني على السيرم لو هو موجود عندي. بستخدمه بخلص الشاور واقوم ماسكاه كده على الشعر كده، حاجه بسيطه خالص امشيه على شعري، بيدي جلوينج وبيدي شاين كده للشعر ولمعه للشعر، وفي نفس الوقت بيقلل الهيشان جدا في الشعر او بيوديه اصلا يعني وانتي نازله. طيب، تالت حاجه هجيبيها علشانه وهو ريحته. ريحه الكوكو باتر او ريحه زبده الكاكاو انا بحبها. تمام. فهي ريحته جميله، مش نفاذه قوي، وحلوه، وريحه كلنا معترض يعني محدش بيعترض عليها. تمام. طيب، رابع حاجه هي بقى يعني مش هقول لكم هي الاساسيه، بس انا بالنسبه لي كانت بتبقى يعني حاجه اساسيه معايا، وهو لمعته. لمعته بتخليني يعني ابوسه، عايزه ابوسه. تمام. انا لما بحطه على جسمي كده، اوكي، بصوا زي ما اشوف، هنحط نقطه واحده. لما احط على جسمي كده، دي مش عليها اهي ودي عليها، بص. بلاش نحط التانية عشان نشوف بس. اها، شايفين جلوينج؟ شايفين الفرق؟ واضح قوي الفرق يعني، مش محتاج. ادي اهو وادي اهو، دي ما عليهاش دي عليها. شايفين الجلو؟ شايفين؟ فلمعته بتبقى خطيرة، فبيبقى حلو جدا للعرايس اللي محتاجة بقى تعمل يعني العرايس الجديدة اللي عايزة جسمها يبقى بيلمع، المصايف اللي لابسين قصير وكده، فعايزين اللمعة بتاعت جسمهم تبقى حلو، ما يحطوش حاجة مش مفيدة. ده خطير خطير. بصوا اهو، ادي الريديانت اهو، اللمعة بتاعته اهي واضحة قوي عندي. دي ما فيهاش لمعة، دي فيها لمعة. شايفين المنظر؟ فده من رابع واهم سبب بالنسبه لي انا. حلو الكلام. طيب، ريحته جميله يا جماعه والله. زيت الكاكاو فيه او كوك باتر فيه ريحتها حلوه قوي في فازلين عامه.
طيب خامس حاجه بحب اجيبها علشانه وهو ان انا بستخدمه افتر شيفنج. ليه افتر شيفنج؟ لانه ما فيهوش عطور، ما بيحرقش الجسم، ما بيلهوش، وبالعكس بيهدي الجسم بعد الشيفنج او بعد الحلاقه بتاعه الشعر، ويبتدي ان الجسم يهدى جدا ويترطب. يعني تستخدميه بعد الشاور بعد الشيفنج، تحطي منه، بيهدي الجسم، بيهدي الالتهاب، بيرطب الجسم، بيديله لمعه. فخمس اسباب تخليكي ما تستخسريش فيه الفلوس اللي هتدفعيها. بالنسبه لحجمه، حجمه يعتبر صغير بالنسبه في بادي لوشنز 500 مللي وفي حاجات وعلى سعره، بس انا عايزه اقول لكم ان حته واحده دي بتتفرد على الجسم كله. عيبه الوحيد اللي انا شايفاه ان هو ممكن بياخد وقت على الامتصاص شويه، ان يمتص الجسم شويه، فلازم ندعك كويس قوي لغايه ما يمتص الجسم، لان هو طبعا اويل. تمام، فنمتص الجسم. فانا ما كانش ينفع ما اتكلمش عنه وانزل عنه فلور ريفيوز، يعني ريفيو عنه ما ينفعش، يعني خصوصا لسه جايبه منه عبوه جديده، فانا ما ينفعش ما اتكلمش عنه. حلو الكلام. فلو انتي ليه بقى بستخدمه في الصيف عنشان لان اللمعه بتاعته بتبقى كويسه، فبتخليني ان انا في المصيف او كده ابقى يعني الجسم يبقى فيه جلوينج، فيه لمعه. تمام، فانا بحب استخدمه في الصيف اكتر عنشان في الشتاء لو لقيته بحطه برضو، بس عشان بلبس هدوم فوقيه كتير قوي، فبيبقى الموضوع الزيت ده بالنسبه لي مضايقني قوي، غير لما اما بقى تستني ان انت يمتص الزيت الاويل كويس جدا في الجسم. فانا بالنسبه لي ده وشان بالنسبه لي يعني من الحاجات اللي انا ما كنتش بقدر استغنى عنهم، لا ده موجود عندي في البيت لا التاني موجود عندي في البيت، على حسب برضو الاوفر اللي بينزل، على حسب الاحتياج بتاعي ان انا عايزه ادي شايننج للجسم بقى شويه. بس الاتنين بيدولي الترطيب العالي، بستخدمهم افتر شيفنج، ده بيزيد عليه ان انا بستخدمه للشعر. ده كان ريفيو بتاعي عن فازلين. ليكم اي كومنت سيبهولي، عجبكم الفيديو في اي حاجه واستفدتوا منه اي حاجه، فضلا اعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت لطيفه تشجع بيها، واشوفكم فيديو تاني. باي باي.